يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. جاتني النهارده اخباريه من صديقي مايكل بنزول كائنات فضائيه على كوكب الارض. طبعا مايكل صديقي الصدوق من كوكب اورانوس، والنهارده بقى يا شباب قررت اكشف سر الفضائيين. اللي ابتسامة على وشك دي انا شايفاكي مقبلة على الحياة. بتضحكي على ايه؟ انا مش عارفة على ايه ده يعني، مش عارفة. بص عمالة تضحكي ازاي. عمالة تضحكي ما تحط ابتسامة على وشك دي على الحياة. بتضحكي على ايه؟ أنا عندي اكتئاب شتوي، أنا حزينة ومكتئبة، داخل علينا الشتاء وعندي اكتئاب. بس كلي برتقال وتغطي بالبطانية او اعملي شوربة عدس. جود مورنينج. ازاي جود مورنينج؟ انما عربي يا حبيبتي. ده انتوا جالكوا اللي مش عارفة ان مروة ما بتحبش اي حاجة فيها شطة. ده صلصة جميلة قوي يا عم. اكتب عندك كائنات الفضائيه لا تحب الشطه. عاملاها لك بخلطة سرية. كلي بنفس حلوة كده وكلي بعشم. ها ايه رأيك؟ نت فصل يا جدعان. ها ايه رايك في التعب؟ والآن عاد لكم المحقق. محقق ايه؟ اسمي نفسي ايه؟ لا مش كونان بقى، ما تخليك كرياتيف بقى. محقق مانو. ايه رايك في الكرياتيف؟ ايه ده انتوا بتتكلموا عليا ليه؟ وانا عملت لكم ايه؟ احنا يا بنتي ده احنا غلابه، ده احنا بنحب لك الخير، ده احنا بنقعد على سجاده الصلاه ما بنقومش منها. والآن خلصت فقرة المحقق. خلونا دلوقتي نخش على الميمز. هذه الميمز من إعداد صديقي أحمد عبد الكريم، فلو في نكتة وحشة أي حاجة طبعا أنتوا اتعودتوا خشوا اشتموه. الفيديو بيقول لك إيه؟ أيام ما كانت الحتة ب 10 جنيه. مجد فعلا للشهداء. هتعرفوا ليه دلوقتي لما تظهر على الشاشة قدامكم. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقة 95 و20 ثانية، ما كناش هنقول الكلام ده. كان ممكن الهدف يجي في الدقيقة 94 و30 ثانية، ما كنتش هقول اللي أنا هقوله دلوقتي. بصوا الوقت يا جماعة، في الدقيقة 90 يعني 95 و23 ثانية. اطرحوا ال 23 من ال 95 هتطلع 72. يعني روح الشهداء كانت حاضرة. يا جدع والله العظيم يا اسطى بجد، هو الكلام ده بجد والله. يعني ده لقاء تلفزيوني، ده على برنامج، والكابتن ده المفروض ان هو معروف. يعني المفروض ان هو معروف. هو الحوار ده بجد والله يا جدعان. هو بجد مش يا نهار ازرق. ده ودنك منين يا جحا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هو ده بجد، انا مش هصدق. الايجيبشن ليج. دلوقتي بقى نخش على معشوقي حبيبي القصه تامر الجيار. شقي الجيار. شقي هو اخويا انا مش اخوك انت. شقي برضه. دلوقتي شباب الجيار دخل على تقييم الحديد. هتقول لي تقييم الحديد ايه يا ابو حميد؟ اقول لك شوف دلوقتي معايا يا ابن اللعيبه. تعالى النهارده جايب لك عرض من كابتن تركي للادوات الرياضيه، هيخليك ما تفكرش تروح جيم تاني، وتشترك اشتراك ب 500 و600 وساعات ب 1000. الاشتراك بتاعنا بكام يا اسطى؟ بالعافيه. الاشتراك بتاعنا ب 150. احنا ناس على قدنا يا جدعان. جيم بلدي 500 و600. جيم البلدي مصنع الرجاله. اوريكم الرجاله معايا اهي. تعال يا اسطى وريهم نفسك، وريهم عضلاتك يالا، وريهم عضلاتك جسمك يالا، وريهم يالا. تعال قوم والله. اخلع الجاكيت ده قوم وريهم. اخر اصداراتي هشتغل كوتش اونلاين قريب. عايز تشوف العرض؟ تعالى. عايز تشوف العرض؟ تعالى. وبيعملك تعالى. والله حاسه تعالى دي وراها حاجه. انا عايز ابقى صافي النيه بس مش قادر. بيقول لك ايه بقى؟ البنت اللي ما فيهاش غلطه وهتموت وتكلمها صوتها. يعني انت العين، انت عندك فلوس قد الدنيا بس ما عندك صوت. صح؟ اطلب عصير. اطلب شنو؟ اطلب عصير. تبين عصير؟
يا جدعان في تعليق بيقول لك صوتها مثل ولد سمين عمره 14 سنه. اه والله، وغالبا الولد ده بيكون اسمه محمد. باشا العالم، والله العظيم ما نعرفش هي دخلتنا معاك كده. انا بره عني ما انت تبص لي كده ليه يا عم؟ انت ما تبصليش كده. بيقول لك ايه بقى؟ يتعافى المرء باصدقائه. الحق هو دي صاحبي، والله هو دي صاحبي، وتقريبا هو صاحبي اللي قاعد جنبي ده. هو مش كل مره بس تقريبا يعني. يا ابني My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never. بيقول لك ايه بقى؟ الاهلي يضيع هدف الحسم بعد لمسه سحريه من مايا. عاش يا مايا، عاش. الله يخرب بيتك يا مايا، ضيعت الدنيا يا مايا. والآن بقى الشباب مع فقرة طبيخ الصباح أو طبخة الصباح. النهارده يا شباب بقى جبنا لكم طبخة، يعني بص كل احتياجك من البروتين هتكمله في وجبة فطار واحدة بس. ورقة وقلم بقى يا ست الكل واكتبي معايا كده. رقم 1، عدد طبق صراصير طازج. خلي بالك لازم الصراصير تكون بتلعب، لو ما بتلعبش انت كده ما عملتش حاجة. 2، عدد 2 بيض تفقشوا مع الصراصير. تقعدوا من الصراصير. استنى عندك في غلطة شنيعة في الفيديو ده تكاد ان تؤدي الى التسمم. الراجل ده بيقلب بايده من غير ما يلبس جوانتي. لا ده احنا كده بقى بيلعب على التسمم بقى. اشتوي بقى على كل اللي فات ده واكتبي اول حاجة الجوانتي، وبكده ضمنت احتياجك مدى الحياة للبروتين. لان بكل بساطة بعد ما هتاكل الاكل ده هتموت بقى خلاص بقى، ما انت هتحتاج بروتين بعد كده ايه بعد ما تموت. وبس يا شباب دي تكون نهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم، يا رب تكون خفيفه على قلبكم، يا رب. انا لسه مش عارف، لسه همنتج الفيديو واشوف لو الحلقه قصيره هيبقى احسن برضه عشان ما تتعبنيش في المونتاج اكتر. ايه يعني يا جدعان واشتريتوني خلاص. وبس يا شباب دي تكون نهايه الحلقه. كنت هعمل السلام برضه بتاعت والله العظيم يا جدعان ما بستظرف. وبس يا جدعان دي تكون نهايه الفيديو. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب اقوى فيديو رياكت انت هتشوفه في حياتك. ايه ده انت بتعمل ايه يا صاحبي يعني؟ وانت خلاص هتقدم محتوى خلاص؟ وانتوا يا شباب يعني سايبين اي حد يجي يقدم لكم محتوى تيجي تروحوا جايين ايه يا اسطى في ايه؟ قوم يا عم. ما تقوم يا ابني. انا مش عارف اتضايقت ليه بس الحوار دي مجنني. بيبي سي جو بي ايه